أخبار الظهيرة تأتيكم أو أخبار الرياضية تأتيكم مباشرة من التلفزيون الجزائري. أهلا بكم. البداية بأخبار المنتخب الوطني الذي يواصل تحضيراته للمباراة الثانية من كان الجابون الخميس المقبل أمام المنتخب التونسي، حيث أجرت التشكيلة الوطنية أمسية اليوم حصة تدريبية بالملعب الملحق لمكان إقامة الخضر. أكثر تفاصيل مع مبعوث تلفزيون الجزائري إلى الجابون بلال بناري. قبل أقل من 48 ساعة الخرجة الثانية للخضر أمام تونس، أجرت التشكيلة الوطنية الحصة التدريبية الثانية على أرضية ملعب التدريب بمواندا. حصة غاب عنها المهاجم العربي هلال السوداني بسبب الإصابة التي ستبعده رسميا عن المباراة، فيما عاد إسلام سليماني إلى أجواء التدريبات وخضع لعمل خاص. أما باقي التعداد فعمل بجد تحت إشراف الناخب الوطني جورج ليكانس الذي يتهيأ إلى إجراء بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية، بإقحام رابع مفتاح في الجهة اليمنى من الدفاع منذ البداية، وتعويض العربي هلال السوداني برشيد غزال، وبدرجة أقل سفيان هني، على أن يحسم في منصب خط الوسط الاسترجاعي بين قديورة وعبيد في الحصة الأخيرة عشية المباراة. بلال بناري، مبعوث التلفزيون الجزائري، مدينة مواندا، الجابون. المنتخب الوطني وقبل الحصة التدريبية المسائية كان قد أجرى في الفترة الصباحية حصة خصصت لتقوية العضلات والاسترجاع، وخاصة للعناصر التي تعاني من بعض الإرهاق وكذا اللاعبين المصابين. هذا وكان الطاقم الفني بقيادة الناخب الوطني جورج ليكانس قد أجرى اجتماعا تقنيا صبيحة اليوم من أجل دراسة وضعية الفريق قبل الديربي المغاربي أمام نسور قرطاج، والتطرق إلى العناصر التي يمكن أن يتم الاعتماد عليها في هذه المواجهات المصيرية وكذا التغييرات المرتقبة. تعادل المنتخب الوطني في مباراته الأولى أمام منتخب زيمبابوي، والمباراة المصيرية المقبلة أمام المنتخب التونسي، كل هذا تحدث عنه سخر دفاع المنتخب الوطني السابق مجيد بوغرة، مشيرا إلى نقاط قوة المنتخب الوطني المتمثلة في روح المجموعة. نستمع لما قاله مجيد بوغرة. Je pense que c'est l'équipe qu'on veut voir pour la suite de la compétition. On a vu qu'on jouait plus haut, le bloc était un peu plus compact, mais on a vu qu'offensivement on a joué notre jeu, on s'est lâché et surtout sur l'envie de chacun de faire bien pour le coéquipier. Donc voilà, il y a eu des choses positives et négatives dont on en a discuté pendant la semaine, donc le coach a fait un débrief. Et en ce qui concerne l'état d'esprit, écoutez, là je sens une équipe revanchard parce qu'ils ont été très déçus de faire 2-2 contre Zimbabwe. Et je leur ai dit que par expérience, et même eux ont vécu ça, que l'Algérie démarre souvent mal les compétitions. On a pu voir tous les matchs. Voilà, mais en tout cas, on verra ce qui se passera contre la Tunisie. Inch'Allah, en tout cas, il y a de la sincérité chez eux. On a envie de bien faire, donc Inch'Allah khair. إن شاء الله. وعن اليوم الرابع من كان الجابون لعبت اليوم مباراتين من المجموعة الرابعة. اللقاء الأول عرف فوز منتخب غانا بهدفين دون رد على نظيره الأوغندي في اللقاء الذي جمع بينهما بملعب بورت جونتي، وتجري في هذه الأثناء المباراة الثانية بين منتخبي مصر ومالي. التعادل هو ما يطبع المباراة التي انتهى شوطها الأول في انتظار الجديد في المرحلة الثانية. هذا وتنطلق غدا مباريات الجولة الثانية من الدور الأول بلعب مباراتين من المجموعة الأولى، حيث يلتقي منتخب البلد المضيف الجابون منتخب بوركينا فاسو، وفي اللقاء الثاني يواجه منتخب الكاميرون نظيره غينيا بيساو. محليا عوقب فريق مولودية سعيدة ب4 لقاءات دون جمهور وإقرار خسارته في المباراة التي خاضها أمام مولودية العلمة، والتي توقفت في الدقيقة 83 الجمعة الماضي برسم الجولة 16 من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، وذلك بعد الأحداث الغير رياضية التي تخللت المباراة وإصابة الحكم الرابع، بالإضافة إلى تحطيم البعض من كراسي المدرجات. كما تم معاقبة كل من لاعبي مولودية سعيدة بن جلول بن عودة ومولودية العلمة محمد بورحل اللذين تم طردهما خلال المباراة، وعليه تصبح مولودية سعيدة في المركز السادس ب23 نقطة. في
في الرابطة المحترفة الأولى منحت الرابطة المحترفة الأولى أقول لكرة القدم موبيليس مهلة 30 يوما بداية من 16 من الشهر الجاري لكل من أندية اتحاد الحراش من الرابطة الأولى وأمل الأربعاء واتحاد البليدة من الرابطة الثانية لتسوية وضعيتهما المالية إزاء لاعبيها. وقد تم الاستماع لمسيري الأندية المذكورة بخصوص اللاعبين الذين درست ملفاتهم من طرف لجنة تسوية النزاعات. وحذرت الرابطة المحترفة بأنه في حال عدم تسوية الأندية الثلاث لوضعيتها المالية سيتم تطبيق المادة 91 لقانون الانضباط للاتحادية الجزائرية لكرة القدم التي تنص على خصم من 3 إلى 6 نقاط من رصيد الفرق المعنية. في كرة السلة ولحساب الجولة السابعة من البطولة الوطنية للقسم الممتاز تمكن فريق وداد بوفريك من تصدر المجموعة بعد تحقيقه فوزا مهما أمام الرائد السابق نصر حسين داي في لقاء شهد عودة عشاق الوداد إلى المدرجات. المباراة انتهت لصالح بوفريك بنتيجة 69 مقابل 54 وبفارق أكبر فاز المجمع البترولي بنقاط المباراة التي جمعته بضيفه نادي وهران. اللقاء سار في اتجاه واحد ما جعل المجمع يعمق الفارق إلى 61 نقطة. مباراة أخرى من ذات الجولة ضمن المجموعة الثانية فاز فيها فريق أمل سطوالي على حساب نادي اتحاد البليدة بنتيجة 83 مقابل 71 نقطة، نتيجة أبقت الأمل في المركز الأخير. في أخبارنا الدولية أعلن المدرب الهولندي لويس فان غال أنه قرر اعتزال مهنة التدريب في كرة القدم للتفرغ لعائلته. وكان فان غال قد رحل عن مانشستر يونايتد نهاية الموسم الماضي قبل أن يتولى المهمة بدلا عنه البرتغالي جوزي مورينيو. وتلقى فان غال عروضا للتدريب في البطولة الصينية إلا أنه رفضها لأسباب عائلية. نهاية أخبار الرياضة، سهرة ممتعة والسلام عليكم.